الناس بتحكي وتتحاكى عن هرم الحمام، واحنا هنا بنعمل هرم البصل. طبعا ناس كتير هتضحك عليا. دي بولة كبيرة مليانة بصل، يعني حوالي 2 كيلو بصل. فرمتهم في الكبة، قطعتهم وفرمتهم بالشكل ده في الكبة. طبعا ده الايه يا الهام، هقول لكم دي تجهيزات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. رمضان على الأبواب، وفي ناس طبعا شغالة وفترة مسائية، وفي اللي بيطلع من شغله الساعة 3 و4. طبعا هتعملي ازاي الأكل بسرعة وانتي مش مجهزة تفريزات عشان تستخدميها خلال الأسبوع؟ طبعا التفريزة دي ممكن تعمليها من الأسبوع للأسبوع. أنا جبت البصل وفرمته بالشكل ده. هحط معلقة سمنة أو زبدة واعملها ايه، واحطها على البوتاجاز وانزل عليها بالبصل الجميل ده. يا دوب ادبله على البوتاجاز، يعني هجيب معلقه من السمنه كده واحطها على البوتاجاز في الحله. حطيتها على الحله على البوتاجاز عشان ابدا بقى ادبل كاني بحمر البصل، بس طبعا مش هحمرها ولا اصفرها، لا يا دوب هتدبل، هتنزل الميه منها وهتدبل، بحيث كل ده هيصفصفوا كده على شويه صغيرين في برطمان. ممكن تعمليهم في اكياس على قد الطبخه بتاعتك اللي انت هتعمليها. وبكده نكون سهلنا على ست البيت اللي هي بتبقى سهرانه الليل كله، او عندها بيبي وبتنام شوية في النهار، او الست العاملة، المرأة العاملة، ان هي تعمل اكل بأريحية وبسهولة جدا. يلا بينا على البوتاجاز. طبعا البصل اهو انا حاطة معلقة الزبدة، وهبدأ انزل بالبصل بتاعي كله. كمية، شايفين الكمية؟ بسم الله ما شاء الله، كمية كبيرة. افضل اقلب اقلب لغاية ما المية بتاع البصل تنشف وتعلي البوتاجاز عشان تنشف بسرعة. طبعا تنشف وارجع لكم عشان نحطها في اكياس او في برطمان زي ما تحبي يا ست الكل. ادي حبايبي، شايفين بعد ما كانت الحلة كبيرة كده ومليانة، ادي دبلنا البصل في معلقة الزبدة بتاعتنا او معلقة سمنة. عايزة تعمليها زيت مفيش مشاكل خالص، اهو بالشكل ده. طبعا هسيبها لغاية ما تبرد. ومجهزة برطمان بتاع عسل كده هحطه فيه، او اي برطمان انتوا تحبوه. هحفظه في البرطمان ده في الفريزر او في الاكياس. هنشوف الطريقة مع بعض لما يبرد البصل بتاعي. ادي حبايبي البصل بتاعنا بعد ما برد. هبدأ بقى ان انا احطه كده في البرطمان. طبعا لازم يكون برطمان نظيف مفهوش نقطة مية، لازم يكون جاف خالص. اهو شايفين، هضغط واوريكم برضو هنعمله ازاي في اكياس. عايزه تعملي طبخه يعني مقدار واحد كده للطبخه، هتاخدي كده بالشكل ده تحطي في الكيس. طبعا عشان يفك بسرعه المقدار اللي انت عايزاه، مثلا مقداري كده في الطبيخ بتاعي. هبدا ان انا اعمل ايه، ابططه بالشكل ده. اهو اعمله كده، شايفين؟ واجي بايديا اطلع، افرغ الهواء كله منه اهو بالشكل ده كده. واعمل ايه، واجيب كده اهو بس بالشكل ده. هيبقى كده تطلعيه هيتفكك بسرعة. وطبعا البرطمان بتاعي كده مليته. ممكن طبعا تطلعيه قبليها ب10 دقايق بس، تاخدي كده بالمعلقة او بطرف السكينة، بس حاسبة احسن تعوري اللي انت عايزاه. وبعد كده تحطيه على طول في الفريزر. اوعي تفككي البصل كله او الثوم مره واحده، لان الميكروبات بتتكون او بتبقى موجوده في الحاجه لما تتفكك وتيجي طبعا تكون ماسكه، وتاخديها وتحطيها على طول في الفريزر وتحفظيها معاكي بطريقه سهله وجميله. ادي حبايبي كده، وادي هقفل البرطمان. يعجبك الطريقه دي اعمليها، تعجبك الطريقه دي اعمليها. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله، مع السلامة.